انا مش في حوار حضارات، انا في مباراة كورة. المسألة كانت ببساطة شديدة انه بعض التجاوزات من هنا وبعض التجاوزات من هنا تنتهي، لكن لما يسافر شخص لم يفوضه احد من شعب مصر ان يتحدث باسم شعب مصر وكأنه شايل كفن ورايح. انا عايز اعرف تكريم ايه؟ يعني بيقول لك اصل انا متكرم والدنيا عبايه، عبايه ايه يا استاذ الفاضل؟ اللي بيحصل ما بيتحلش بالطريقه ديت، العبايه دي او العلبه او السيف او اي حاجه خدها. انت من فوضك ان تتحدث باسم شعب مصر او اعلاميين مصر او صحفيين مصر؟ النهارده انا هنفترض ان في تجاوزات من بعض الاخوه في مصر وبعض الاخوه في الجزائر، تمام؟ انت رايح تعمل حوار وجاي النهارده تعمل حلقه كامله تقول مش مشكله يتحرق علم مصر. طب ما فانيلة مصر، تيشيرت مصر، ابراهيم حسن بلطج في الجزائر، اصل مش عارف، ما هو ابراهيم حسن ده زي ما انت قلت احسن باك يمين مصر انجبته لغايه النهارده. تمام. دلوقتي مش لاقيين، يعني لغايه اللحظه دي احنا مش لاقيين باك يمين نمره واحد. نمره اتنين بنلاعب احمد فتحي، بنلاعب بركات، هم اساسا مش باكات رايت. بالظبط، بنلاعب المحمدي، يعني كل مره بنلاعب واحد. تمام. يعني انا عايز اقول لك حاجه، ابراهيم حسن كان في الزمالك وفي الاهلي وفي منتخب مصر مكانه محجوز، سواء في الاهلي او في الزمالك او منتخب مصر لغايه دلوقتي. تمام. لما تيجي النهارده عايز تحط البنزين على النار وتقول اصل ابراهيم زق الظابط، طب وانت عارف هم كانوا بيشتموا ابراهيم يقولوا له ايه هناك؟ انت كنت لا احنا جايبين الحته دي وهنستفيد فيها يا سياده المستشار، بس رايك على قرار رفع الحصانه النهارده عن نائب احمد شوبير، ويعني انت بتقول في يعني مكتوب على المنتديات انت بتقول انت بتثق في عداله القضاء، ما رايك في رفع الحصانه؟ بص يا استاذ خالد، انا عايز اقول لك حاجه قبل رفع الحصانه. انا بس عايز اوريك الاعلام الجديد. حضرتك دلوقتي متخانق مع انت خالد متخانق مع جارك في البيت، تمام، تاخد كاميرا دريم معاك، وبعدين متخانق مع ابن عمتك فرحت واخد كاميرا دريم معاك، وبعدين رحت مولد السيد البدوي فرحت واخد كاميرا دريم معاك، رحت الجزائر تلبس العبايه فخد. ما فيش يا جماعه حد في الدنيا بيعمل كده. انا بس هديك نموذج للاعلام الذي لم اراه من قبل. امبارح اتعمل حلقه خاصه شتيمه في الاعلام المصري كله، الحاقد المغلول اللي بيشتم، وطلعنا احنا مع احترامي طبعا لشعب الجزائر طبعا هو شعب محترم وعنده حضاره واحنا بنحترمه وبنحترم الجزائر من ايام ابن بيلا وايام بوموديان. وعلى فكره اذا كان الجزائريين زعلانين ان مصر ساعدت في حركه التحرير الجزائريه، لا هي مصر ساعدت على فكره، مش ساعدت من، لان ده دورها القومي، مصر الاخت الكبرى، وشعب الجزائر الذي استشهد منه مليون شهيد له كل التحيه والتقدير، ده شعب فعلا معظمه فدائيين. لكن انا النهارده لما اعمل حلقه خاصه وجهه نظر مصطفى عبده ومدحت شلبي خالد الغندور، يعني ناس مصريين زعلانين ان علم مصر او فانيله مصر اتحرقت. تمام. حضرتك ما تيجي ترد ما تقولش بقى ايه يعني لما تتحرق دول شويه عيال صغيره ما فانيله استاذ خالد حرما لو كنت صليت العشاء لحقت؟ لا انا بصراحه ما صليتش. طيب عشان مش هقعد اقول ان انا في الفاصل صليت، انا ما صليتش لسه، هصلي ان شاء الله الفاصل اللي جاي. خالد انا كنت بكلمك عن الاعلام. تمام. من حوالي 4 ايام لما الاخ راح النيابه عشان يتسال كمتهم، للاسف خد الكاميرا بتاعته النيابه وجاب مجموعه من الناس. بس انا هديك مثل بس الاعلام الجديد اللي احنا فيه. جاب شاب صغير كده قاعد ربنا يشفيه يعني مقعد لابس نظاره وقاعد يقول لك ده فلان ده اعظم واحد في طنطا، ده خيره على طنطا. هذا الشاب هو كريم، اسمه كريم. كريم ده ابن احمد ابو هجينه، ده بتاع الصابون في طنطا. امبارح في الحلقه بتاعت امبارح لما حب يشتم الاعلاميين، اول مداخله قال له حاج احمد ابو هجينه، بس ما قالش انه من طنطا يعني. تمام. وقعد يقول له يا عظيم هو انت يا اخي تاخد الراجل يا اخي في موضوع الجزائر امبارح وتاخد ابنه في موضوع النيابه من 4 ايام. بعدين واحد راجل بدقني كده طلع برضه يوم النيابه بدقني كده، ده راجل فكهاني في طنطا اسمه احمد المنسي، برضه عمل له مداخله امبارح. الله، هو انت عندك 7 8 من طنطا؟ مره راجل طبعا مع احترامي للفكهانيه وبتوع اللبن وبتوع الصابون ودماغي من فوق، لكن انت راجل 7 8 واخدهم مره معاك في النيابه تعملهم. يعني كريم ده ابن الراجل اللي كل الناس لو جبتوا اللقطه هتلاقوه قاعد الولد قاعد كده بنضاره. ده بقى امبارح في اخر حتى المكالمه مع ابوه قال له طب يا ابو كريم، انا اول مره بصراحه اشوف واحد جايب 7 8 شغالين معاه على طول، ناس طنطا طيبين وطنطا كلها عارفه الناس دي. ده مش اعلام يا خالد، انت اختلفت معايا كتير وانتقدتني كتير، لكن انت عمرك يا خالد ما كنت في يوم من الايام يعني انا مش بجاملك، عمرك ما قبضت من حد وعمرك ما كنت موجه من حد.
وعمرك ما اتسلطت تشتم حد عشان حد مسلطك. وانت طبعا وانا على فكره وفي حوارات كتيره بيني وبينك وحوارات عنيفه بتبقى في التليفون. تمام. يقول لك يا خالد ما ينفعش الكلام ده، واوضح لك بعض الامور. بس ما اقدرش اقول ان خالد مرتشي، لان خالد متربي. يقول لك ايه الولد الصغير اللي في الحضانه، على الاقل الولد الصغير ده نظيف. اما بقى القضيه يا استاذ خالد اللي هي بيني وبينه لن اتحدث فيها، لان بعد ما اصدر مجلس الشعب برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور قرارا بالامس رفع الحصانه البرلمانيه عن 12 بلاغ فيهم اتهامات ضد الاستاذ، منهم التزوير في محررات رسميه ودي فيها عقوبه سجن، على فكره سجن من 3 سنين ل 10 سنين. اللي هي الحاجات اللي اتحطت شهادات على الموقع بتاعه، وعليك اللي بتقول ان انت لا مؤاخذه يعني هجم على زوري. تمام، هجم على زورك وهجم على الموقع. يا استاذ خالد بعد ما الدكتور فتحي سرور رفع فتحي سرور لن يرفع الحصانه عن هراء، والنائب العام لن يطلب رفع الحصانه عن هراء. انا منتظر كلمه القضاء، لن اتحدث في هذا الموضوع. عندما يقول القضاء كلمته ويخلع القناع، بدل ما دخل ستاتنا مرات تخش تقول لك ده فيلم هندي. يا استاذ خالد انا في خلاف مع ابراهيم حسن، مع خالد غندور، مع الاخ ده، زوجتي تخش ليه وتقعد تقول لك جوزي ما فيهوش على ماده بياكلنا فاكهه طول النهار؟ مش قضيه الفاكهه، قضيه اللي يخطا في قانون. شكرا سياده المستشار. بشكرك وبتمنى التوفيق لابراهيم وحسام.